مساء الخير يا جماعة. أنا في أصحاب كتير جدا طلبوا مني إن يا منى إحنا عايزين نعرف موضوع التبييتة في البيوت. طبعا التبييتة في البيوت دي إحنا بنعملها عشان عمار المكان. طبعا إذا دخلتم بيوت فسلموا على أنفسكم، لأن كل بيت فيه عمار مكان. عمار البيت عمار البيت دول ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم يروكم من حيث لا تروهم. لذلك احنا المفروض اما نخش البيت ان احنا نقول السلام عليكم، نيجي ننام في فرشتنا ننفض الفرشة بسم الله الرحمن الرحيم، نيجي نلبس هدومنا لازم نقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان كلهم يمشوا طبعا. وطبعا موضوع القعدة والحمام ما نستحماش ابدا، والقعدة بتاعة الحمام مفتوحة لازم القعدة تتغطى عشان الشياطين كلها في القعدة بتاعة الحمام. فاي حد يدخل الحمام لازم يقفل الغطا بتاع القعدة، ما ينفعش ان انت تستحمى في حمام والغطا القعدة مفتوح. تمام. موضوع التبييتة بقى انا بعملها ليه؟ موضوع التبييتة انا بعملها، طبعا انا بشرح الكلام ده كله عشان اللي ما يعرفش يبقى عارف. انا بعمل التبييتة دي عشان لما بكون قاعدة في البيت وبدور على هدومي وحاجتي ممكن الاقيها مختفية مش لاقياها. دايما اخش البيت احس بقبضة نفس ومش عارفة اتنفس. دايما اجي انام في بيتي احس بكوابيس وحاجات، في احلام مزعجة يعني. ابقى قاعده في البيت مثلا مش طايقه اقعد في البيت وعايزه اخرج بره في الشارع، مش عايزه اقعد في بيتي ابدا. دايما قاعده في البيت، مشاكل مع جوزي او اولادي او كده. طبعا انا ما عنديش اولاد، انا الحمد لله متجوزه بس ما عنديش اولاد. بس اي حد عنده زوج او اولاد او اسره او اي حد عايشين مع بعض في البيت دايما نقار 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 مع بعض وخناق مع بعض ومشاكل دايما بتوصل ساعات للطلاق وللخراب وحاجات كتير جدا. دي بيبقى سبب المشاكل دي كلها والمرض والهزال والتعب، ودايما قاعده في بيتها مريضه دايما مخنوقه دايما تعبانه. الكلام ده كله في البيت بيبقى بسبب عمار المكان. عمار المكان بيبقى عايزين يتعمل لهم صلح. صلح ده بيتعمل مثلا ممكن مره كل شهر، مره في السنه، مره كل 10 سنين. المهم انت بتحلم حلم ان انت شايف التبييته دي في الحلم، او انت مثلا تحس بالتعب اللي قلت لك عليه ده، الحاجه بتختفي من قدامك. دايما مشاكل ونقار، دايما ما بتعرفش تنام وبتحلم كوابيس كتير جدا، دايما مخنوق من البيت ومش عايز تقعد فيه، دايما مشاكل في البيت. اعرف على طول ان العمار بتوع البيت العامر بتاع البيت عايز التبييته. التبييته دي عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن رغيف وشويه ملح وكوبايه لبن. طبعا كوبايه اللبن لازم تكون مغليه ما تكونش عاديه، وكوبايه نظيفه. وتحط وطبعا دول هنحطهم في البيت في الاركان. يعني عندك مثلا 4 اوض، هتحط في ال4 اوض في كل ركن في الاوضه، يعني الاوضه الواحده بتحط لها تبييته واحده. ماشي. عندك انت في الشقه، عندك شقتك 4 اوض، هنحط في ال4 اوض 4 ورقات. الورقه عليها كوبايه لبن، شويه ملح، رغيف عيش. طبعا انتوا عايزين تشوفوا الكلام ده كله انا هوريه لكم دلوقتي. تمام. بصوا معايا بقى. شايفين كده؟ ده الرغيف العيش، ودي كوبايه اللبن، ودي شويه الملح. شايفينها؟ دول شويه الملح اهم. ملح، ملح، ده ملح. تمام. هي دي يا جماعه التبييته. تمام. طبعا شفنا التبييته عباره عن ايه، عن الحاجات اللي انا قلت عليها دي. طبعا انت في بعد ما تعمل التبييته تعملها الكلام ده يوم الخميس. تمام. بعد يوم الخميس هيصبح عليك جمعه، وقت صلاه الجمعه بالظبط هتلم التبييته اللي انت عملتها دي، هتلمها من جميع الاوض. انت عامل طبعا في كل اوضه تبييته، هتلم التبييتات اللي في الاوض دي كلها. اللبن هتحطه في كيس زي ده. الكيس ده كيس بتاع تلاجة عادي. تمام. الكيس التلاجة اللي بنحط فيها الاكل في التلاجة، هتحط فيه اللبن لوحده ويتربط. تمام. الكيس التاني ده كيس اسود عادي، شنطه بلاستيك عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه. لا، الشنطه دي اللي هتحط فيها العيش والملح. تمام. والكيس التاني الصغير ده هيتحط فيه اللبن بس، وهتحطوا الاتنين في شنطه بلاستيك برضو سودا وتاخدوها وعلى البحر الميه المالحه. تمام. هتفتحوا اللبن في الميه المالحه، وانتوا بتفتحوا كيس اللبن عشان تدلقوا اللبن في قلب الميه المالحه، ميه جاريه زي ميه البحر، ميه الترعه، ميه بس يفضل انها تكون ميه مالحه. الميه المالحه بتفسد اي اعمال وبتفسد اي مشاكل وبتفسد حاجات كتير جدا يعني بتبقى حلوه في التبييتات دي يعني. تمام. فهناخد الكيس بتاع اللبن وهندلق هنفتحه في البحر الميه المالحه، واحنا بنرميه في الميه المالحه هنقول والله خير حافظ وارحم الراحمين. والله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. او اللهم احفظنا
تمام؟ او انت الحافظ يا رب. عندك كذا اسلوب ممكن تقول بيه الجمله. العيش والملح هيتفضوا في الميه المالحه، وانت بتفضيهم هتقول والله خير حافظ وهو ارحم الراحمين، او اللهم احفظنا، او انت الحفيظ يا رب احفظنا يا رب، او احفظني يا رب، او احفظ بيتي واولادي واهلي ومالي وبيتي يا رب، احفظنا يا رب. اي كلمه تتقال لازم فيها حفظ. والله خير حافظ وارحم الراحمين، اللهم احفظنا يا رب، والله يا حفيظ يا رب احفظنا، اللهم احفظني واحفظ. ادعوا اي ادعيه انتوا عايزين تدعوها. مش هتدعوا والله خير حافظ وارحم الراحمين تكفي. تمام؟ طبعا خلاص احنا رمينا كل الحاجات دي في البحر. طبعا احنا بعد ما بنلم التبييته لازم مهم جدا نبخر. بعد ما نلمها وحطيناها في شنطه خلاص وهننزل اهو نبخر. بعد ما نبخر البيت كله او المحل او المصنع او الشركه او اي حاجه. وطبعا كل مكان بيتعمل فيه تبييته لازم كل اوضه يتحط لها الورقه دي، عليها رغيف، كوبايه لبن، شويه ملح. كل اوضه يتحط لها واحده، مش نحط في 4 تركان الاوضه، لا، ركن واحد من الاوضه. سواء في مصنع، في شركه، في عياده، في مستشفى، في اي مكان يا جماعه عايزين تعملوا في التبييته، بيوتكم، اشغالكم، مصالحكم، الكلام ده. التبييته يا جماعه بتتعمل في مكان واحد، ورقه واحده. بنجيب ورق الجورنان ونقطعها 4 لو انت عندك 4 اوض. بنجيب جورنان ونقطعه مثلا لو 5 6 اوض عندك. بس ممنوع منعا باتا الحمام. المطبخ بيتحط فيه تبييته، لكن الحمام ممنوع تحط في الحمام حاجه. طب انا مثلا عايزه ادلق اللبن ده في الحوض بتاع المطبخ، حرام، ما تدلقوش، لان حوض المطبخ موصل للمجاري، ما ينفعش كده، انت ضيعت كل اللي انت عملته. طب اللبن يترمى ازاي؟ طب ما عنديش اكياس اعبي فيها. حاول تدور على اكياس. مفيش حله مطبقيه حط فيها الحاجه وشيلها، بس ما توقعش طبعا منها حاجه، وروح ارميها في الميه المالحه. تمام؟ ما عندكش بحر، ارمي في ميه جاريه، اي ميه جاريه، ترعه، بحيره، اي حاجه ميه جاريه ارمي فيها التبييته. تمام يا جماعه؟ كده اظن كل المعلومات انا قلتها. دي بالنسبه لتبييته البيوت، عشان المشاكل والمصايب والتعب والعيا والقرف اللي بيحصل في البيوت كلها. البخور لازم نبخر بعد ما نشيل التبييته دي تماما. يعني التبييته دي احنا شلناها خلاص، حطيناها على جنب اهي في شنطه عشان هننزل نرميها. نبخر قبل ما ننزل البيت يوم الجمعه الظهر، في اذان الظهر. هتصلي الظهر كده جميل، متوضي ونضيف وجميل، وهتصلي الظهر وهتقوم قايم مبخر. ماشي؟ لميت طبعا تبييتك وحاجتك وانت طاهر ونضيف، ولميت حاجتك وصليت الظهر ان شاء الله، هتقوم اخد التبييته. طبعا لسه ما بخرناش، نبخر الاول قبل ما ننزل. هنبخر المكان كله، سواء مصنع، شركه، بيت، اي حاجه هنبخر. بخور عادي، يعني عايز تجيب بخور من الغالي اللي هو عامل زي الشوكولاته ده اللي هو الاماراتي والعود والحاجات دي، بخر بيه. عايز بخور بلدي، بخر بيه. يا جماعه مش شرط لا لبن غالي ولا عيش غالي ولا ملح غالي ولا بخور غالي ولا اي حاجه غاليه. عمار البيت بيقبلوا اي حاجه، المهم تصلح وتعمل صلح بينك وبين عامر المكان اللي انت فيه، اي مكان، سواء شغل، سواء مكان، سواء اي حاجه. تمام يا جماعه؟ طبعا الكلام ده كله انا بقوله لكم لان في ناس كتير انا قلت لها الموضوع ده، والناس دي هم قريبين مني، فكل شويه يسالوني، فانا تعبت وزهقت من كتر ما بقعد احكي في الموضوع، لان في ناس عملوا الموضوع ده وبقوا زي الفل، وبيوتهم بقت تمام، واشغالهم بقت تمام، ومصالحهم بقت تمام، والحمد لله اتفك القرف اللي كان معمول لهم. فطبعا يا جماعه الموضوع ده انا من كتر ما انا بقوله انا تعبت، قلت اعمله فيديو وانزله على اليوتيوب، او انزله على صفحتي، او انزله على اي مكان الناس تستفيد منه، وانا تدعوا لي تقولي جزاك الله كل خير. انا مش عايزه منكم اكتر من كده. انا لا دجاله ولا بعمل بفلوس ولا بعمل بحاجه. هتسالوني طب انت عرفت الكلام ده منين؟ سر عند الله. طب انت بتقولي الكلام ده ليه؟ مستفيده ايه؟ مش مستفيده اي حاجه. طب انت عايزه تشهري نفسك بالموضوع ده؟ لا، ملوش علاقه تماما. انا واحده بشتغل مطربه وماليش علاقه خالص بالكلام ده، ولا عايزه اشتغل دجاله، ولا عايزه اخد فلوس، ولا اخد اجر، ولا اي حاجه. تمام يا جماعه؟ انا مش محتاجه منكم اي حاجه غير دعوه حلوه. كل اللي يحصل له حاجه حلوه في بيته او في مصنعه او في شركته او محله او الكلام ده، ادعوا لي بس، انا مش عايزه اكتر من كده. والحاجات دي كلها يا جماعه حاجه ربانيه، انا ما اعلمش عنها حاجه، سر عند الله، وسر الموضوع ده عند الله، وسر الحاجات دي نجحت مع الناس سرها عند الله. تمام؟ هنزل لكم فيديو تاني عن فك الاعمال وعن فك الشرب اللي انتوا شاربينه اعمال. بعد الفيديو ده هنزل فيديوهين تانيين، واحد
لفك الاعمال، وواحد لما تكون واحده مربوطه ومش نافعه تتجوز ومش نافعه الكلام ده، وواحد مصلحته مش قادر ينزل شغل والكلام ده. هنزله بعد الفيديو ده يا جماعه. ادعوا لي يا جماعه بالله عليكم، انا مش عايزه اكتر من كده. السلام عليكم.